يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 قد المقام. بكون دايما معكم بسنت بكر كل أربع خميس من 9 ل 11 بالليل. وأنا جاية كنت بسمع عبد الحليم حافظ وهو بيغني غنوة صدفة. قلت الله، يعني فكرة الصدفة دي فكرة يعني أو كلام كده لازم نفكر بيه بشكل تاني. يعني ساعات اللحظات المفاجأة اللي مش مترتب لها يبقى ليها سحر خاص جدا. يعني فكرة الصدفة، يعني لما حلمك يتحقق صدفة، يعني حلم تكون بتحلم بيه من زمان فيبقى صدفة، اللي هو خلاص ممكن تبقى سبت الحلم ده خلاص ورحت الحلم تاني او لسعي اخر، فيحصل لك صدفة تحقق اللي انت عايزه في وقت مش على بالك. صدفة تخليك مثلا تشوف حد وحشك، اللي هو يا ازيك عامل ايه اخبارك ايه يا بقالي قد ايه ما شفتكش. صدفه كانت وش الخير عليك مثلا. الصدفه كانت في سبب في شغل جديد او في علاقه جديده. قصص كتيره جدا في الافلام والاغنيات والكتابات اتعملت بالصدفه. يعني الصدفه شكلت قصص وحكايات وبقت الصدفه شيء مشترك في حياه كل واحد فينا. هل شايفين انه الحدث المفاجئ او الصدفه بيبقى حاجة لطيفة، ولا انت من الناس اللي بتتخض لو حصل لك شيء مفاجئ حتى لو كان لطيف؟ انا من الناس كده، يعني ما بحبش اتفاجئ ابدا. يعني اللي هو حتى لو المفاجأة حلوة وحد جايب لي شوكولاتة مثلا او جايب لي، يعني قولوا لي الاول ان هنعمل كذا. يعني عندي هنا عبد الرحمن زميلي على طول مثلا يخضني، اول ما يشوفني لازم يخضني، فيقول لي انا جيت كده، اللي هو لا يعني اللي هو ما حدش يخضني. قولوا لي كده الصدف اللي كانت مؤثرة في حياتكم وعمركم ما تنسوها، زي ما كده عبد الحليم غنى كان يوم حبك أجمل صدفة. تعالوا نبدأ مع بعض كده أول أخبارنا النهاردة الثقافية في قد المقام. افتتاح معرض الدوحة للكتاب بحضور وزيرة الثقافة المصرية. انطلقت يا جماعة منذ قليل فعاليات الدورة 33 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار بالمعرفة تبنى الحضارات. حلو الشعار قوي. وبيستمر معرض الدوحة لغاية 18 مايو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. عايزة أقول لكم بيشارك في فعاليات المعرض 8 مكتبات من سور الأزبكية التاريخي لبيع الكتب القديمة في مصر، وده طبعا في إطار اهتمام المعرض بإبراز التنوع الثقافي واستقطاب أسواق الكتب التاريخية. طبعا يعني الكتب التاريخية يبقى لازم تقول مصر على طول، زي ما السنة اللي قبل كده في معرض الكتاب على ما أتذكر كان استضاف المعرض سوق اسمه شارع المتنبي، وده من العراق حيث الحضارة البابلية، بما ان طبعا بالمعرفة تبنى الحضارات فاحنا لازم نروح للبابلية والمصرية لان هم اقدم الحضارات في التاريخ. ابعتوا لي كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا النهارده. هعمل لكم النهارده فقرة بلاي ليست اللي انتوا بتحبوها اللي بتبقى يوم الخميس. مرة كنا عملنا محمد فؤاد، ومرة كان مين يا رب يا بسنت، مين مش فاكره. بس النهارده شوفوا بقى، ممكن اعمل لكم نوستالجيا كده، محمد محي ولا ايهاب توفيق. ادي اسمين. احنا عملنا حميد الشاعري قبل كده ومحمد فؤاد. طيب النهارده نقول محي ولا ايهاب توفيق؟ ابعتوا لي كده على 91 9 طبعا، بس الاغاني القديمه طبعا. وفقره اولدز اللي بيحبها يعقوب، ودي فقره برضو اللي بيسمعونا لاول مره عن الاغنيات، او بنسمع فيها الاغنيات الاجنبي الغربي القديمه اللي احنا هنا في مصر حافظينها، اللي هو اغاني البيتلز مثلا، اغاني الايجلز، اغاني جورج مايكل، الحاجات اللي هي بتاعت السبعينات والستينات والخمسينات والثمانينات في المنطقه دي. من الأغنيات مش هتتخيلوا الأغنيات اللي اتعملت صدفة غنوة زوروني كل سنة مرة. وأنا عمالة أذاكر كده وأحضر في الحلقة النهاردة لقيت إن غنوة زوروني كل سنة مرة قصة الحقيقة اتكتبت على فراش المرض. كتب الأغنية هو الشيخ محمد يونس القاضي، طبعا كلنا عارفين المعلومة دي قلناها كتير. وبيحكوا إنه السبب في ميلاد هذه الغنوة بأن الشيخ محمد يونس القاضي
مرض في يوم من الايام مرض شديد جدا، وزيارة يعني اكتر من حد زاره من الاصدقاء والاهل، لكن كانت المفاجأة ليه هي زيارة اخته اللي كان بينه وبينها نزاع وخصام وصل للتقاضي في المحاكم بسبب الميراث. ومن هنا في الزيارة دي تمت المصالحة، وكل حد من الأخ والأخت، يعني الأخين الأخ والأخت اتنازلوا عن المشاكل والميراث والحاجات دي. فقعد كتب يونس القاضي زوروني كل سنة مرة، واداها للشيخ سيد درويش عشان يغنيها المطرب حامد مرسي، لكن الغنوة نالت الشهرة الأكبر طبعا بصوت فيروز لما غنتها. احنا كمان عندنا بقى مينا عطا مغنيها غنى حلو جدا. اتاري انه الصدفة ممكن تطلع من الشاعر يعني تفاصيل ومشاعر مختلفة تماما جدا جدا، ويبقى عندنا هذا المنتج وهذا الإرث الجميل. ويا ترى الصدفة اللي صنعت في حياتك حاجة مختلفة؟ محدش بعتلي، يعني محدش بعتلي الصدفة. الناس عمالة تطلب في أغاني بس ما أنا بشغل أغاني. أحمد أبو عزة بيقول أنا بشكر دكتورة شيماء مكي، كلامها وقصيدتها جميلة جدا، أنا هسميها الحنين. أيوة، هي نوستالجيا تماما. الله، سعاد نصر حطلنا صورة من أحمد أبو عزة، بيقول بصراحة الحلقة تحفة مش عايزة تخلص ولا أنا والله. مايكل بسلم عليك يا مايكل. رامي روك بسلم عليك. أرجان جان ماشي. أحمد أبو عزة بيقول الرضا بالصعب وبالقليل وبأبسط الأشياء يبقيك في تحدي مع السعادة حتى تلقاها مؤقتا لتواجه تقلبات القدر من خير وشر تعيشه. معالجة الخسائر والتراكمات والنجاح بعد الفشل تعريف السعادة، وتبقى الابتسامة الفاصلة في قوانين الرضا. حلو قوي الكلام ده، على إجابة على سؤالي لما بقول يعني إيه قدر يا جماعة. ميرو أحمد مساء الفل يا ميرو. سعاد نصر مساء الفل. مين كمان عشان محدش يزعل؟ احمد عصام مساء الفل. تعالوا احكي لكم حكايه قد المقام وانتوا بعتولي لسه. مستنيه برضو الصدفه اللي غيرت حياتك. انا حياتي كلها صدف واقدار الحقيقه كلها، يعني مفيش اي حاجه بلان او خطه حطيتها في حياتي واتنفذت. بلاقي ربنا يقوم شايلني من اللي انا بفكر فيه حاططني في حته تانية، وبتبقى الحته التانية حلوه جدا بس ما بتبقاش على بالي، يعني اللي هو الله طب انا عايزه ده، انا عايزه الحكايه دي، انا عايزه لا اما تعالي هنا اهو كده ياخدني بايده سبحانه وتعالى يوديني على الشمال. عشان كده انا بحب الصدف جدا، وبقول برضو انه مفيش حاجه صدفه، هي اقدار احنا بنقول عليها ان اسمها صدفه، لكن هي مش صدفه، هو قدر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا جميعا الاقدار السعيده.